ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. النهارده هنعمل روتين اليوم النهارده معاكم. شلت بقى الطرابيزه كده. ماما طبعا ساعدتني، ما سابتنيش طبعا اعمل لوحدي كده لان الشقه كلها كانت هتتروق وكده. طبعا لمينا السجاده، ماما كانت طبعا السجاده كده فبتساعدني ايه اشيلها، وبننفض بقى السجاده كده. هننضف بقى السجاده بره علشان اعرف اكنس بقى. تعليق حلو عشان انتوا بتشجعوني بالتعليقات بتاعتكم. بعلق بقى الستارة كده عشان ما تتطربش وما تتعفرش يعني. ف عشان بجيب بقى من تحت الكنب كده، بجيب بقى من تحت الكنب ومن تحت الستاير. طبعا بقى بحط الترابيزة هنا علشان هلم السجاد الطرقة هي كمان عشان اكنس الطرقة بالمرة وامسحها. بشيل بقى الكنبة طبعا، ماما هي بتشيل الكنبة وانا بجيب السجادة من تحتها، من السجادة كانت تحت الكنبة. بننضف بقى الكنب هنا كده، وبنلم الفرش بتاع الكنب والمساند والمخدات. واسماء كمان ساعدتني. اسماء حبت تساعدني يعني، واسماء بتحب ان هي تطبخ وكده، فعايزة تتعلم الطبخ بقى وعايزة تتروق معايا وتساعدني وكده. قلت لها ماشي يا اسماء، تعالي يلا ساعديني بقى وننفذ سوا. التعاون بيبقى حلو وكده، فلما بنتعاون ما بنتعبش. هشيل بقى الفرش طبعا عشان انفضه، فرش الكنب. بنفض بقى فرش الكنب هنا بقى بعد فرش الكنب. قلت بقى اعدله كده واظبطه. اسماء كمان كانت بتساعدني ايه وبتنفض الكنبة التانية وبتنضفها لما انا انضف دي. طرحة كل شوية تنزل وبعدلها تاني. اسماء مش قادرة تشيل طبعا المسند. هنا بقى اسماء كانت لسه بتنفض دي وانا عملت التانية وفرشتها ونضفتها. بنفضها بقى بعد ما فرشت الكنب، وبعدل بقى المسان التاني وبرجعها كده. اسماء تعبت من اول كنبة عملتها. دخلت بقى على التانية، ما احنا عندنا 3. اسماء عملت واحدة وانا بعمل الاتنين بقى. دخلت على التانية طبعا بعمل نفس اللي انا عملته هناك بعمله في الكنبة دي. بنفض بقى هنا كده، بنفض الفرش. شلت طبعا بقى الكيس بتاع سلة الكمامة، شلت كده واحط كيس جديد. كان خلاص فيها زبال بقى واتملت، فقلت بقى احط كيس كمان جديد كده. قلت امسح بقى طبعا. شلت فرش الكنب كده ولميته على الكنب، قلت عشان امسح بقى. ببلي طبعا المساحة وبنشفها. بجيب بقى من عند الطرقة كده، بمسحها بقى من عند الطرقة كده. ببتدي من عند الحمام، من اول طرقة الحمام بقى كده.
بمسحها، واجيب طبعا كمان بقى جبت كده من تحت الكنب. خلاص كده مسحتها بقى ونطفت، مسحتها وشغلت المروحة طبعا، ودخلت بقى على اوضة اللعب. دي اوضة ابراهيم، ان شاء الله لما يكبر هينام فيها لوحده، هو دلوقتي بينام مع ماما، بس احنا حاطين فيها العابنا وكل حاجة، والمكعبات كانت مترمية بقى والعرايس وكده، بس اللي احنا بنلعب فيها. بطبق بقى البطانية كده، وهفرش ملاية كمان في السرير من فوق. لو في تراب ولا حاجة طبعا نضيف. بحط بقى ملاية جديدة كده وبفرشها، بغير بقى الملاية كده وتفرش ملاية جديدة. حط المخدة طبعا بقى، برص المخدات، محدش بقى يكتب على الأوضة وكده عشان احنا ما غيرناهاش لسه، هندهنها وكده، هندهنها قريب ان شاء الله. رصيت طبعا المخدات بقى، وبرص كمان العرايس هنا كده من فوق. بعد ما رصيت المخدات ايه رأيكم بقى؟ هنضف بقى كده الأوضة والم بقى ايه المكعبات. دخلت بقى على الأوضة التانية، استغربت خالص كانتش حلوة. هلم طبعا بقى الفرشة بتاعت السرير، وافرش واحدة تانية. جبت واحدة تانية بقى وفرشتها، وبمسح كمان بقى، كنست وقلت امسح بقى كمان. بمسح بقى كده، ايه رأيكم بقى؟ دي بقى التانية بعد خلاص بقى، بعد ما مسحتها طبعا تنشف. ودي الصالة بعد ما فرشت السجادة كمان. انا كنت تعبت بقى، وماما خشت هي تعمل لنا الاكل. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. احنا بقى النهارده هنعمل ارنبيت. هنسلق كده اكل بسيط كده. بسلق هنا الارنبيت. هنعمل اكله كده بسيطه النهارده، شعبيه، اكله شعبيه. احلى حاجه والله الاكله الشعبيه دي. ادي معايا معلقتين دقيق هنا، 3 بيضات عليهم فلفل اسود وملح. حطيتهم كده على الدقيق اهو. حط على الدقيق طبعا، عملته الاول بميه كده، وشويه اسمه نشا. حاجة بسيطة من نشا كده بتقرمش الأرنبيت، بتخليه مقرمش. شوية بيكنج باودر بسيطة برضو، شعرة بسيطة. الخضرة اهي، كزبرة خضرة وشبت. ادي العجينة بتاع الأرنبيت بتاعنا، وبقليها اهي. وبقلي بتنجان، قلب بتنجان كمان، اعمله مسقعة. قطعت بتنجانتين 2 وقلت اقليهم واعمل لهم مسقعة. وادي التومة بتاع المسقعة، بقلبها كده عشان احط فوق الطماطمايه. هنا بقى انا بشرى الطماطم دي، بشرى طماطمتين 2 بس كبار يعني. وهنا الارنبيط اهو، كان ناشف جدا. الشوية بتاع بيكنج باودر اللي انا حطيته مع النشا، شوفي مخلينه عامل ازاي مقرمش. النشا بيخليه ناشف زي كده، ما بيبقاش طري. اهو كده نشفت. وادي الاكل بتاعنا بعد ما خلص. الارنبيط بتاعنا ناشف خالص اهو. الارنبيط والمسقعة بتاعتنا.
تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم والروتين يكون عجبكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.